اسمح لي السيد رئيس الحكومة في البداية أن نندد بما يقع في فلسطين، حرب الإبادة. وأطلب منكم السيد الرئيس وأترجاكم بصفتكم رئيس الحكومة ديال الدولة المغربية اللي كيرأس جلالة الملك لجنة القدس أن تساهموا بأي طريقة. احنا ما سمعناكش لحد الساعة تكلمتي على الموضوع، وأنا لا أزايد عليك في الموضوع. أن تساهموا في وقف هذه الحرب ديال الإبادة، وترفع عنا حرج أن المغرب يرقص على جراح إخوانه في غزة. فيما يتعلق بتشغيل خطابات جلالة الملك في 2022 اللي تكلمتي عليها، لا في الافتتاح ولا في عيد العرش، ولكن السي تويزي تكلم بغا يهضر على مزيان. راه هضرتوا على نسبة البطالة ديال 8.5% في البرنامج ديالكم. السيد رئيس الحكومة تكلم على 2 المليون ديال تشغيل البرنامج الحكومي، كيتكلم على مليون. شنو هي الحصيلة؟ الحصيلة نسبة النمو 2.8% كمعدل خلالها 30 شهر. البطالة 13.7 مليون و645 ألف عاطل. هذه الأس بي. المجلس الاقتصادي والاجتماعي كيتكلم من 4.3 الملايين المغاربة ما هم لا في المدرسة، ما بين 15 و 24 ما هم لا في المدرسة ولا شغل. بل 78% ما كيعرفوش كاع البرامج ديالكم السيد رئيس الحكومة. النساء ما نتكلموش عليهم. الاستثمارات الخارجية يعني تراجعت 53% من 20 مليار ل 10 المليار ديال الدرهم. المقاولات المفلسة مزيان نقولها. شوف، كانت في 2021 مادام كيبغيو يرجعوا للارقام ديال 2021 كان 10500، اليوم نحن نقارب 14600. الزياده ديال حسبها كيف ما بغيتي 40%. واحد الاستثمار العمومي السيد رئيس الحكومه كترفعوه مزيان، حنا معاه ما كاين حتى شي مشكل. واخا حنا ما عارفينش في 2025 و 2026 واش غتزيدوا فوق 335 مليار ولا غتنقصوا منها، لان الميزانيه الثلاثيه لا تتكلموا عن هذا الموضوع. السيد رئيس الحكومه الخلاصه، البعض كيقول بان أخ النوس السيد رئيس الحكومة الرجل الذي لم يخلق فرص شغل. أنا لا أقول قتله، ولكن هذا الشيء اللي قالت الصحافة. المؤشر السلبي منذ سنة 2000 في البطالة سجل معكم السيد رئيس الحكومة. الأسباب كثيرة. خلينا نقول لكم، قال جلالة الملك حفظه الله: أخطر ما يواجه تنمية البلاد هي العراقيل المقصودة التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية وخدمة مصالحهم الخاصة، وهو ما وجب محاربته. الأسباب هي جمع المال والسلطة السيد رئيس الحكومة، هو تضارب المصالح، هو الريع، هو الاحتكار. هذا الشيء كيخلي المستثمر يهرب، كيخاف، ما كاينش الثقة. بالمناسبة الثقة فيكم السيد رئيس الحكومة في الحكومة تراجعت غير في سنة من 66% ل 33. ماشي حنا اللي كنقولوه، البارومتر العربي اللي ديال الميريكان اللي كان كيتكلم علينا. مرحبا. إذن في المحروقات العنوان باين، مجلس المنافسة أدانكم السيد رئيس الحكومة. الفساد المؤشر 97، سحبتوا المشاريع، تأخر الإصلاحات التشريعيه. ولكن خليني نقول لك شي حوايج السيد رئيس الحكومه اللي عندهم علاقه بكم. عدم صدور التعاقد الوطني للاستثمار اللي تكلمتوا عليه هنايا في اكتوبر 2022. فين هو؟ باقي ما خرجش. كنتكلموا على قانون ديال الاستثمار مزيان، خرج في 12 دجنبير 2022. فيما يتعلق بالمقاولات الاستراتيجيه في اقل من 3 شهور اللي كاينه في النظام خرجتوا كاع النصوص التنظيميه. فيما يتعلق بالمقاوله الصغيره والمتوسطه حنا دابا في السنه الثالثه باقي ما خرجتوهم. فيما يتعلق بالمقاولات اللي كتصدر في ظرف 6 شهور باقي ما خرجتوه لحد الساعه. اين نحن من مضاعفه الاستثمار الخاص سيد رئيس الحكومه؟ جيتوا اليوم كتكلمونا غتضاعفوه في 2030، في الخطاب ديالكم 2020 قلتوا غتضاعفوه في 2026. ها هو تراجع غير ما بين البارح واليوم. اين هي حماية المنتوج الوطني؟ قلتوا غتخلقوا 100,000 منصب شغل بصناعه بالمغرب، غتخلقوا 34 مليار درهم، ولكن ماشي هذا اللي وقع هو انه رسم الاستيراد ديال بعض المنتوجات ديال الاقارب ديالكم السيد رئيس الحكومه خفضناهم من 40 ل 30%. للاسف الشيء. اين هو الاصلاح الجبائي؟ الضريبه على الشركات الصغرى اللي كتربح اقل من 30% طلعتوها من 10 ل 20%، والشركات اللي كتربح اكثر من 100 مليون ديال الدرهم هبطتوها من 30 ل 20%. درتوا استثناء احنا ما عرفناش، حتى خديتوا الصفقه ديال تحليه المياه عاد عرفناه. اللي عنده تعاقد مع الدوله فيه 1.5 مليار ديال الدرهم ما غتكونش الضريبه على الشركات 35%، غتنزل ل 20%، وهذا الشيء هو اللي شفناه للاسف الشديد. فلذلك السيد رئيس الحكومه احنا خليني نقول بكل وضوح انه كتكلموا على 620,000 منصب شغل.
شنو على اوراش 221,000، على فرصه 42,000، ولكن راه البرامج السابقه لا تحفيز ولا ادماج فيها 256,000 وفيها 40,000. لذلك السيد رئيس الحكومه ارجوكم ثم ارجوكم، هذا الامر ما كيحتاجش المزايده وما كيحتاجش بالمناسبه مكاتب الدراسات. مادام نتوما كتكلموا على استراتيجيه ديال المناخ الاعمال اللي فيها قلتوا 3 دعائم، السيد الوزير كيتكلم على 4 دعائم، غير اتفقوا. هو عاد قال لنا هذا الشيء ما كاملاش حتى شهر. فلذلك ندعوكم تشغيل مساله وطنيه معقده، ندعوكم سيد رئيس الحكومه مادام كتكلموا على هذه الامور كلها وما كاينش تخطيط، ندعوكم إلى مناظرة وطنية للاستثمار برعاية جلالة الملك تحضر فيها كل الأطراف لكي تساهم في حل هذه الإشكالية، سواء في هذه السنتين ونص اللي بقاو أو فيما تبقى من عمر دولتنا الكبيرة.